بيني وبينكم الزمالك بقى حراق قوي والله العظيم. يعني انا متابع من بعيد وما بعملش حلقات كتيره اليومين اللي فاتوا دول، بس الزمالك راجع وربنا راجعه بقوه كمان يا جماعه. وبنحيك مجلس اداره كابتن حسين لبيب، الراجل ده يا جماعه عشان نتفق، انا قلت لكم عليه ديون وعليه مشاكل وقضايا وايقاف قيد وعمل حاجات كتير جدا الفتره اللي فاتت، يشكر هو مجلسه. بس هو برضه سؤال، عايزين نتفق على حاجه. انا اتمنى الصفقات والمبالغ دي ما تبقاش باسم نادي الزمالك، عايزين نشوف رجال اعمال بتشيلها، ما يبقاش كل واحد في رئيس نادي يجي ويلبس نادي الزمالك ب 200 300 مليون بقى في الاخر بقى ما بيمشي. عايزين اداره ماليه حلوه انك تمشي وتجيب واقتصاديا وتدبق ومن هنا وتبيع ده وتجيب ده تلزق ده في ده. المهم نادي الزمالك ما يبقاش عليه مديون، ده اللي يهمني في المقام الاول والاخير. حتى لو انت دخلت بدين دلوقتي يبقى انت في خطه لسداده قبل المجلس ما خلاص فترته ويتوكل على الله. انا دايما بقول كده، هو ده النجاح. فكابتن حسين لبيب عمل حاجات حلوه جدا الفتره اللي فاتت. انا عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه، لما يبقى عندك محمد شحاته، لما يبقى عندك زيزو، لما يبقى عندك نبيل عماد دونجا، لما يبقى عندك عبد الله سعيد، لما يبقى عندك ناصر ماهر، لما يبقى عندك بوبنزا، لما يبقى عندك بنتايك، لما يبقى عندك عمر فرج، لما يبقى عندك مصطفى شلبي، لما يبقى عندك زيزو، لما يبقى عندك شيكابالا، لما يبقى عندك مين يا جماعه التونسي حمزه المسلوس، لما يبقى عندك حسام عبد المجيد، لما يبقى عندك الونش، خبر ابيض يا جدعان. لا الفريق بقى شكل تاني، الفريق بقى شخصيه تانية. واللي عاجبني الفتره الجايه نتمنى بقى اللعيب اللي ملوش مكان يتوكل على الله، بيع مشي اعارات لزق ده في ده، سامسونج يتوكل على الله، شوف له اي حته لزقه في اي حاجه. اي حد عندك ما فيش طلع على طول، ما فيش لعيب يقعد على الدكه الا اذا كان له دور وهيلعب وهيأدي. انا بحب جوميز ومن اللعيبه المدربين المقتنع جدا بجوميز، وجوميز هيعمل. جوميز عايز فرقه، وجوميز هو اللي اهو الصفقات بتيجي هو موجود، بتيجي بادارته. والراجل ده بيعجبني، عجبني قوي قوي قوي، وفي كورته حلوه وعنده شخصيه، ونادي الزمالك جاي معاه والسوبر الافريقي. انا بتمنى ان شاء الله، نتمنى نادي الزمالك يكسب وبشكل واداء ونتيجه ويفرح الجماهير اللي بالملايين. انا عايز المباراه دي ان شاء الله يا رب، ربنا ما يكسفناش ان نعمل مباراه لان على فكره انت صفقاتك قوتك اكتر من الاهلي. وانا بقى عارف بقول ايه، نص ملعب الاهلي زي ما هو، خلي بالك بغض النظر عن عمر الساعي جنبك امام عاشور، انا بقول لعيب حته بس تركيه بيزيد وبالذات العمق. لكن عندك السوليه لعيب كبير بس كبر، عندك مروان عطيه لعيب بس بقى ست دفاع اكتر، عندك قفشه شويه الناحيه الهجوميه، عندهم اسامي لازم ما يتخس من النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا يبقى لازم نعمل له كل احترام. عندك حسين الشحات، عندك طبعا اسامه ابو علي الفرود الخطير جدا، عندك طبعا بتتكلم طبعا في اشرف داري، يحيى عطيه الله، عندك محمد هاني، عندك اكرم توفيق، عندك مصطفى شوبير، عندك محمد الشناوي، عندك طبعا اسامي كتيره جدا، اسامي كتيره جدا وفرقه تقيله. لكن انا بقول لك كشخصيه بقى مع بوبنزا ده لو جه وانسجم، قول يا رحمن يا رحيم، وتحته ناظر ماهر، يعني حاجه كارثه. مصطفى شلبي لو فايق، يمينك زيزو، يا سلام يا سلام. او تلعبه هو شمال، بوبنزا شمال، عمر فرج راس حربه، وتحته ناظر، خبر اسود. هتبقى ايام طين على الخصوم، ربنا هيبقى ايام ما يعلم بها الا ربنا. انا بتخيلها كده لو مشيت كده. انت بتتكلم، انا واحد من الناس مصطفى شلبي بيكون بديل، لعيب كبير بس لازم يقعد. بوبنزا لعيب بيلعب بجناحين وراس حربه بيأدي فيه، تديه الشمال، زيزو يمين، قدامهم عمر فرج، تحتك ناصر ماهر، يا رحمن يا رحيم يا كريم. تحتك بقى خش محمد شحاته، جنبك نبيل عماد دونجا، ادخل بقى ملعبك يا معلم بنتايك. ان شاء الله الونش يكون رجع وفايق يا رب، مع طبعا مع حسام عبد المجيد مع المسلوسي، الامور طيبه ان شاء الله. عندك كمان عمر جابر نسينا نقوله، عندك اسامي كتيره جدا في نادي الزمالك، ونادي الزمالك جاي وبقوه ان شاء الله. نادي الزمالك فرقه تقيله، الاستقرار مهم، دعمك لناديك مهم، احلى جمهور في الدنيا على ظهر الارض، وانا عارف بقولها من القلب، اقسم بالله ما في اعظم من جمهور نادي الزمالك. وده اللي انا دايما متاكد بيه، جمهور الزمالك ده شاف المر وزاد، شاف المر وبيدعم، خسر في اسهل الظروف اللي كان ممكن يكسب فيها، ومع ذلك وقف ورا تيشيرت نادي الزمالك. ده نادي الزمالك، ده هو ده القلب والروح، جمهور نادي الزمالك هو ده الكوره، الجمهور الوفي اللي فعلا الجمهور عظيم. انا هفضل بص، يعني انا فخور ان انا زملكاوي، فخور بالجمهور الزمالك اللي بيفهم يعني ايه مكسب والخساره، ويعني ايه انا بدعم فريقي مش بكسب بس. المهم توقعاتكم للصفقات، وسمعنا الكلام بقى. السلام لو رمضان، لو عمك رمضان صبحي يا جدعان يا الله، ونسمع صفقات، سمعنا سيري راموس، حاجات كتيره سمعناها، بس انا بقول لسه، والمجلس ده لسه هيجيب، ولسه في مفاجآت تانية. نتمنى التوفيق للزمالك. اذا عجبك الفيديو لايك شير كومنت. سلام.